السلام عليكم. هشرح في الفيديو ده طريقة إضافة هارد ال SSD لللابات اللي هي ديل ال M2 جنب ال HDD اللي مش بيركبوا الاتنين مع بعض أحيانا. هنرفع الغطا، طبعا هنفك المسامير. طبعا احنا عارفين المسامير تفك ازاي. تفك المسامير، بعد كده تخلع من هنا، تبدأ تخلع من هنا بضافرك أو بمسمار أو بأي حاجة، ترفع الغطا ده. بعد ما ترفع الغطا تمام هنلاقي المنظر ده عندنا. تمام. المنطقة دي ده مدخل ال M2، وطبعا ده شكل الهارد ال SSD ال NVMe او اللي هو ال M2 العادي. تمام. ده NVMe. والهارد HDD اهو. تمام. ليه مدخل هنا، ودي السلكة بتاعته بتشتريها، بتتباع لوحدها. طبعا عشان تركب الاتنين مع بعض احيانا بتبقى صعبة. طيب ايه اللي هتعملوه؟ هنركب ده. تمام. هنركب الهارد اهو عادي، نخليه ملزوق في البطارية، وهنخليه دي فوق بالشكل ده، بالمنظر ده. بس انا عندي البطاريه دي 62 واط، يعني حجمها واصل لحد هنا. في بطاريات ممكن تبقى واخده مساحه اكتر، لو خدت مساحه اكتر يبقى مستحيل تركب الهارد. مساحه اقل يبقى عندك الموضوع اسهل. طبعا لو جينا نركب الهارد هنا مش هيركب بسهوله. احنا هنعمل كده. تمام. وهنسيبه معهوش حاجه بسيطه كده. احنا ركبنا الاثنين، ولكن ايه، الهارد الاس اس دي اللي هو الام 2 او الام في ام اي مايل شويه، معوش شويه، يعني زي ما نقول كده واخد زاوية. شايف هو اصلا انا مركبه ولسه فكه، جاي من قدام كده واخد زاوية. تمام. يعني انا مركبه من فترة، ما فيه، مش عامل اي مشاكل، يعني بقاله سنة معايا. فده منظر التركيب، هيبقى ده كده، والمسمار هنا راكب. طبعا انت عشان تركب هارد الاس اس دي او الام 2 هنا محتاج القطع البلاستيكية دي. في قطع بلاستيكية اللي بتركب بتثبت عليها الام 2 دي، بتدور عليها وبتشتريها برضه لو مش موجودة عندك في اللاب، بس غالبا هتلاقيها موجودة. فادي الهارد عادي. تمام. ادي الوصلة بتاعته. تمام. ادي شكلها كده. تمام. المفروض قبل ما نعمل اي حاجة نخلع البطارية. تمام. نفك البطارية. فاهو ده شكلها. تمام. من قدام شكلها العادي اللي هو اللي بيركب في العرض. هتتحط هنا كده، اتأكد انها ركبت كويس. طبعا انا ما فصلتش البطارية ودي غلطة، فانت لازم تفصل البطارية قبل ما تعمل اي حاجة في اللعب. انا هركب دي بس، هي بتدخل كده الكبس عادي. بعد ما دخلت خلاص تأكد انها دخلت، ثبت دي مكانها كده بنفس الاتجاه. تمام. ودي السلكة بتاعتها ماشية من هنا داخلة كده. ونجيب الهارد ال M2 او ال NVMe اللي هو مدخل PCI. انا بعتقد ان اللاب ده PCI الجيل الثالث، بس انت لو معاك هارد الجيل الرابع مش مشكلة يركب، زي الكينجستون NV2 اللي انا بركبه ده، اللي هو سامسونج MZ FLV 256. هركب المسمار ثانية. تمام. بعد ما تركب المسمار تأكد بس ان المسافة هنا كويسة، يعني المسمار داخل مكانه صح، وان المسافة هنا مظبوطة برضه. تمام. هيبقى راكب اهو، بس معهوش حاجة بسيطة. تمام.